ده عصر الذهب، عصر الفخامة والقوة والجبروت. لما تسمع اسم مصر القديمة فبيجي في بالك العظمة دي، وادي الملوك، أبو سمبل، كنوز الملك توت عنخ آمون. ودي كلها نتاج المملكة الحديثة، الإمبراطورية اللي حكمت العالم كله من حوالي 1550 لحد 1070 قبل الميلاد، وشملت الأسر ال19 وال20. وده عصر ملوك مصر القديمة واللي كانوا بيسموا نفسهم الرعامسة، وده نسبة لرمسيس الثاني اللي خلى اسم مصر مرعب في قلوب كل جيرانها. وكمان باقي الملوك اللي جم من بعده واللي حملوا اسم رمسيس، بداية من رمسيس الأول لحد رمسيس ال11. بس تخيل معايا كل العظمة دي والإمبراطورية القوية دي كلها انهارت واتفتتت، وده ما حصلش في حرب ضخمة واحدة ولا بغزو معلن واضح، لكن انهارت ببطء وبهدوء غامض، زي بيت بيتهد طوبة طوبة من تحت، لحد وفجأة محدش خد باله انه سقط بالكامل. فيا ترى مين القاتل الحقيقي لأعظم حضارة في التاريخ؟ هل كان العدو الخارجي ولا النار الداخلية، ولا ممكن يكون القاتل الصامت اللي محدش توقعه؟ فتعالوا بقى معايا دلوقتي نشوف الحكاية من أولها.